المكان: ولاية ماساتشوستس الأمريكية. الزمان: 2 من يوليو من عام 2021. الحدث: قيام ميليشيا مسلحة مكونة من الأمريكيين السود يرتدي أفرادها الزي العسكري وينتمون لطائفة الموريتش وتحديدا لجماعة صعود المغاربة بنصب حواجز في الطرق ورفع العلم المغربي قبل أن تخوض مواجهات مسلحة مع الشرطة الأمريكية، ما أدى لاعتقال 11 شخصا. وخلال محاكمتهم أصر بعض المعتقلين الأمريكيين على إبراز هويتهم الإفريقية المغربية من خلال العلم المغربي، وطالبوا بمحاكمتهم وفق القانون المغربي. وهذه صورة من محاكمة هذه المجموعة، والعلم المغربي بارز على قميص أحدهم. فمن تكون طائفة الموريتش التي ينتمي إليها هؤلاء الأمريكيون والتي تدعي الأصل المغربي؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. الموريتش، أو من يعرفون أنفسهم بمغاربة أمريكا، هم أفراد طائفة دينية أمريكية تؤمن بتفوق العرق الأسود، تأسست في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية رسميا قبل أكثر من قرن، وتحديدا عام 1913، حيث أعلن مؤسس الطائفة نوبل درو عالي في العام 1913 نفسه نبيا، وأسس معتقدا يخلط بين مبادئ الإسلام وطقوس المسيحية. المتتبع لنشأة هذه الطائفة مع بداية القرن العشرين يدرك أنها ظهرت في ظروف صعبة كان يمر بها السود بأمريكا، مما يرجح أن تكون ردة فعل طبيعية لإثبات أن الأمريكيين السود ليسوا من عرق أدنى، وإنما من عرق رفيع أصوله إفريقية مغربية، وبالتالي يجب أن يعاملوا على قدم المساواة مع سكان الدولة الأمريكية، شأنهم شأن باقي الأعراق الأخرى. أعلن مؤسس الجماعة درو عالي أن الديانة الأصلية لسود أمريكا هي الدين الإسلامي، وأن عليهم الرجوع إلى أصولهم العقائدية، لكن معتقدهم مختلف كثيرا عن الممارسات الإسلامية، إذ يركز بالأساس على الصراع العرقي بين السود والبيض، وعلى تربية تاريخية تنسب الأتباع إلى شمال إفريقيا، كما أنهم يمنحون لأنفسهم حقوقا استثنائية تمتد إلى حد الاستيلاء على ممتلكات في عقر الولايات المتحدة. في هذا الفيديو سنتعرف أكثر على طائفة الموريتش الأمريكية وعن علاقتها بالمغرب، وذلك من خلال المحاور السبعة التالية. المحور الأول: مسار النشأة. المحور الثاني: صراع من أجل البقاء. المحور الثالث: معتقد الطائفة وسر كتابهم المقدس المسمى قرآن الدائرة 7. المحور الرابع: المغرب أرض الأجداد. المحور الخامس: الوصول إلى أمريكا التي كانت تابعة للمغرب قبل ظهور كريستوف كولومبوس. المحور السادس: قضية الأمريكي باتلر لامونت الذي ادعى أن أمريكا ملك لأجداده المغاربة. المحور السابع: أحفاد المستكشف المغربي لأمريكا مصطفى الزموري أو إستيبانيكو. المحور الأول: مسار النشأة. ولد مؤسس الطائفة درو عالي في ولاية كارولاينا الشمالية بشرقي الولايات المتحدة يوم 8 يناير 1886، وكان اسمه تيموثي درو، لأب من أصول إفريقية مغربية ولأم من قبيلة شيروكي من الهنود الحمر. تقول بعض المصادر إنه في 16 من عمره عمل ساحرا في سيرك، وكان يتسنى له من هذا المنطلق التجول خارج الولايات المتحدة، حيث نزل في إحدى الجولات بمصر، وكانت هذه الجولة في مصر نقطة تحول في حياته، حيث التقى برجل متصوف ادعى أنه علمه حقائق كان يجهلها عن القرآن وغيرها من مبادئ الإسلام. كما ادعى درو عالي أن هذا المتصوف رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم متجسدا فيه. وبعد عودته لأمريكا ظلت فكرة النبوة تعتمل في ذهنه حتى صدح بها إثر رؤيته حلما قيل له فيه: يجب عليك تأسيس دين جديد لرفع البشرية المنهارة. بنى درو عالي معبده الأول في نيويورك قبيل الحرب العالمية الأولى، لكنه وأتباعه لم يستقروا في هذه المدينة، وأجبروا على مغادرتها إلى شيكاغو بسبب رفضهم المشاركة في الحرب. ومن شيكاغو كان الانطلاق الحقيقي لحركته،
وأسس هناك معبد الموريش العلمي في أمريكا. وأساس فكرته أن الله بعثه لنصرة السود في أمريكا وخلاصهم. وقد انتشرت فكرته في عشرينيات القرن العشرين، خصوصا في ولايات نيوجيرسي وميشيغان، خاصة مدينة ديترويت، وفي نيويورك وفيلادلفيا، وأخيرا بولاية إلينوي، وتحديدا مدينة شيكاغو التي انتقل للعيش فيها عام 1925. المحور الثاني: صراع من أجل البقاء. تشير الإحصائيات إلى أن عدد منتسبي جماعة الموريش ساينس حتى عام 1928 بلغ 30,000 عضو، وتقدر مصادر أخرى عددهم حاليا بنحو 60,000 شخص في عموم أمريكا، في حين يقدر عدد معابدهم بالولايات المتحدة بنحو 90 معبدا. اتسمت علاقة الموريش بالحكومة الأمريكية خلال مرحلة النشأة بالصدام، وبلغ هذا الصدام ذروته بالهجوم على معبدهم ووقوع ضحايا في صفوفهم. وفي عام 1929 استدعت الحكومة درو عالي لاستجوابه، وتعاملت معه شرطة شيكاغو بوحشية، ثم أفرجت عنه، ولم يلبث إلا قليلا حتى توفي يوم 20 يوليو من السنة ذاتها. رغم وفاته لم يسلم أتباع درو عالي من ملاحقة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي اتهمهم عام 1940 بتأييد اليابانيين في الحرب، دون أن يتمكن من إدانتهم حتى أواسط الخمسينيات. كما فتحت وفاة درو عالي الباب على مصراعيه للمنافسة بين قادة عديدين على زعامة الجماعة. ويشير موقع الموسوعة البريطانية في تعريفه بها إلى أن وفاة زعيمها وما تلاها من خلافات وانشقاقات داخلية أفضت إلى تأسيس جماعة ثانية تعد أشهر جماعة للسود الأمريكيين وأكثرها نفوذا وثروة في الولايات المتحدة، وهي حركة أمة الإسلام التي أسسها والاس فرد محمد عام 1930. المحور الثالث: معتقد الطائفة وسر كتابهم المقدس قرآن دائرة 7. تقوم مبادئ ديانة الموريش على 5 أركان، هي الحب والحقيقة والسلام والحرية والعدالة. ويؤمنون بالأنبياء والرسل السابقين، لكنهم يقدسون نبيهم نوبل درو عالي. أما كتابهم المزعوم ويدعى قرآن مجموعة الموريش أو قرآن دائرة 7، فيتضمن آيات من القرآن وعظات من الإنجيل، ويتكون من فاتحة و28 فصلا. الفصل الأول هو خلق وسقوط الإنسان، والفصل الأخير عن نهاية الزمان وتحقيق النبوءات. كما يدعون امتلاك آيات سرية من القرآن، ويرددون في صلواتهم: الله أبو الكون، أبو الحب والحقيقة والسلام والحرية والعدالة. الله هو الذي يحميني، هو مرشدي، هو خلاصي في الليل والنهار، من خلال نبيه المقدس درو عالي، آمين. وتزدان معابد الموريش ومواقعهم بالعلم الأحمر ذي النجمة الخماسية الخضراء، وهو علم مطابق للعلم الحالي للمملكة المغربية، ويفتخرون به ويعتبرونه رمزا لجذورهم وهويتهم المغربية. ويرتدي رجالهم الطربوش المغربي الأحمر، ويسمونه بالفاسي نسبة لمدينة فاس المغربية. أما نساؤهم فلهن حجاب خاص يميزهن عن باقي النساء من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، يتمثل في عمامة رأس سوداء أو حمراء عوض الحجاب التقليدي، وأزياء فضفاضة تخفي تفاصيل أجسادهن. تحتفل جماعة الموريش بأعياد مرتبطة بالتقويم الميلادي، منها عيد ميلاد النبي درو يوم 8 يناير من كل سنة، ورأس السنة الموريشية يوم 15 يناير، والتي تكاد تتصادف مع السنة الأمازيغية في المغرب، والتي يحتفل بها يوم 14 يناير. كما يحتفل الموريش بيوم العطاء يوم 17 مارس، والملتقى الوطني لطائفة الموريش من 15 إلى 20 سبتمبر. ويمتلك الموريش صحيفة ناطقة باسمهم تدعى دليل الموريش، وإذاعة وقناة يوتيوب اسمها صوت مغاربة أمريكا، وليست لهم حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، يستثنى من ذلك حسابات شخصية لبعض أتباعهم وقياداتهم تنشر محتوى مرتبطا بالجماعة وأنشطتها وتاريخها ومعتقداتها. المحور الرابع: المغرب أرض الأجداد. يعتبر الموريش المغرب موطنهم الأصلي الذي عاش فيه أجدادهم ويعتزون به،
لهذا تراهم يفتخرون بلبس الطربوش المغربي الفاسي، ويمارسون أغلبية تقاليد المغرب الأصيلة، كما يعتبرون وضع العلم المغربي في معابدهم أمرا مقدسا، ويتفاخرون بإظهاره في كافة المناسبات الدينية والوطنية الخاصة بهم. رغم أنهم لا يحملون الجنسية المغربية، فإن بعضا من الموريش يزورون المغرب بصفة منتظمة، ويقدسون بشكل خاص مدينة مراكش المغربية، التي تشير بعض المصادر إلى أن اسم الطائفة ربما يكون مشتقا من اسمها. لقبول أعضاء جدد في محفل مغاربة أمريكا، يتوجب على الأتباع الجدد الإقرار بأصولهم المغربية، وأن يطالبوا بجنسياتهم الرمزية كمغاربة، وأن يتخلوا عن تاريخهم المتعارف عليه المطبوع بذكر العبودية وطمس الهوية. ويمد المحفل كل فرد جديد عند قبول عضويته ببطاقة هوية غير رسمية تثبت أصوله المغربية، وبجواز سفر خاص بالطائفة مختلف عن الجواز الأمريكي الرسمي. ومن الأمور الطريفة والتي لها مغزى، يوم 15 يوليوز 2019 أعلن عمدة مدينة فيلادلفيا الأمريكية جيم كيني في إطار برنامج تنوع أن يوم 15 يوليو من كل سنة هو يوم المغرب موروكو داي. وللاحتفال بهذه المناسبة دعت المدينة عن طريق الخطأ أعضاء بارزين من طائفة الموريش في مدينة فيلادلفيا، معتقدة أنه من أصل مغربي. وهذه الواقعة تبين الترابط الوثيق للموريش بالمغرب في وجدان المواطنين الأمريكيين. المحور الخامس: الوصول إلى أمريكا التي كانت تابعة للمغرب قبل ظهور كريستوف كولومبوس. تؤمن طائفة الموريش بأن أصل معظم الأمريكيين السود هو شمال إفريقيا، وتحديدا الإمبراطورية المغربية التي تشمل الرقعة الجغرافية لدولة المغرب حاليا، وصولا إلى نهر السنغال وأجزاء من النيجر ومالي وتشاد، حيث تم بيعهم عبيدا لتجار الرق الأوروبيين الذين ساقوهم عبر البحر إلى العالم الجديد. ويعتقدون أن أمريكا كانت أرضا تابعة للمغرب قبل أن يصلها كريستوف كولومبوس عام 1492، وأنهم هم من استوطنوها ونشروا فيها الإسلام وبنوا بها المساجد، حتى جاء الأوروبيون بعد عقدهم صفقة مع سلطان المغرب باستئجار أراضي الولايات المتحدة وفقا لعقد محدد لمدة 50 سنة من أجل استغلالها فلاحيا، لكنهم نقضوا العقد بعد انقضاء المدة ليحتلوا أراضيها كاملة. المحور السادس: قضية الأمريكي باتلر لامونت الذي ادعى أن أمريكا ملك لأجداده المغاربة. وفي هذا الإطار نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا يوم 20 شتنبر 2013 تحت عنوان استراتيجية دفاع جديدة نحن في المغرب، تتناول إحدى أكثر قضايا غرابة في تاريخ المحاكم الأمريكية. يتعلق الأمر بقضية المواطن باتر لامونت المنتمي إلى طائفة الموريتش، والذي استولى على قصر بيتسدا غير المأهول في واشنطن، مساحته 35 ألف متر مربع وقيمته حوالي 7 ملايين دولار، مدعيا ملكيته، وقدم أوراقا رسمية تثبت مزاعمه. الغريب في الأمر أن المستندات التي قدمها لم تكن سوى معاهدة سلام وصداقة قديمة بين المغرب والولايات المتحدة ترجع إلى سنة 1787، إضافة إلى معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. باتلر لامونت برر ملكيته للقصر بأن جزءا كبيرا من أمريكا تابع للإمبراطورية المغربية، وأن أسلافه كانوا هنا قبل تشكيل الولايات المتحدة، وعليه فإن الموريش هم الورثة الشرعيون لتلك الأراضي بما فيها من عقارات. خلال محاكمته حضر لامونت إلى المحكمة مرتديا بدلة أنيقة، وجلس خلف طاولة الدفاع واضعا أمامه زوجا من الأكواب عليهما علمان صغيران، أحدهما علم المغرب والآخر العلم الأمريكي. وأثناء مرافعته تحدث عن مراحل حياته من دراسة ووظيفة، وكيف أنه بحلول 2006 بدأ يبحث عن إجابات عديدة لأسئلة في حياته، ووجدها في دراسة تاريخ المغرب وأمريكا. وظهر من خلال وقائع المحاكمة أن القاضي وجد صعوبة كبيرة في إقناع لامونت بالتخلي عن معتقداته الراسخة بأن أمريكا جزء من الإمبراطورية المغربية المترامية الأطراف، وأن أجداده المغاربة حلوا بالعالم الجديد فترة طويلة قبل تشكيل أمريكا الحالية.
وأمام أجوبة لاموت الاستفزازية وتشبثه الكبير بمغربية أمريكا، أمر القاضي أخيرا باحتجازه في السجن وعرضه على طبيب نفسي. المحور السابع: أحفاد المستكشف المغربي لأمريكا مصطفى الزموري استيبانيكو. يرى الباحث المغربي في التاريخ المعاصر أسامة الزكري أن ادعاء الموريش وصولهم إلى أمريكا قبل الرحالة كريستوف كولومبوس مشوب ببعض التناقضات، لأنهم يربطون في أدبياتهم بين وصولهم للعالم الجديد بالحملة التي قام بها السلطان المغربي السعدي أحمد المنصور الذهبي إلى بلاد السودان الغربي، والتي تشمل أجزاء من تشاد ومالي والنيجر سنة 1571، والتي جعلت هذه المنطقة تصبح إلى حد كبير جزءا من الإمبراطورية المغربية. ويضيف أن ربط الموريش بين هذه الحملة وتدفقهم إلى الأراضي الأمريكية يعني حتما أن وصولهم إلى القارة الأمريكية جاء في مرحلة تاريخية لاحقة لوصول كولومبوس، لكنه يستطرد مؤكدا أن الموريش يربطون في استشهاداتهم على أسبقية وصول أجدادهم إلى أمريكا بوصول المغربي سعيد بن حدو المعروف بمصطفى الزموري أو استيبانيكو في المراجع الغربية إلى القارة الأمريكية. ويؤكد أن كتب التاريخ تجمع على أن الزموري الذي ينحدر من مدينة أزمور المغربية وصل القارة قبل وصول كولومبوس إليها، والموريش يعتبرون أنفسهم حفدة لمصطفى الزموري الذي وصل المنطقة واختلط بالساكنة المحلية خاصة في ولاية أريزونا حاليا، وارتبط بقبائل الهنود الحمر واستقر هناك. ولا يزال الهنود الحمر الأمريكيون إلى يومنا هذا يعتبرون الزموري أيقونة السلام والحوار في تاريخ أمريكا، كما يحتفي به الأمريكيون من أصل أفريقي كل سنة، حيث يقيمون مهرجانا سنويا يخلد ذكراه في بلدة بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.